بص يا كابتن، في حاجات يعني احنا اتعلمناها منكم. كنت دايما يا كابتن تقول الاهلي ما بينساش. ده حقيقي. الاهلي يا وليد ما بينساش. كنت دايما انا بتتقال لكل الناس. الكلام ده كان بيأثر فيا جدا لما يكون النادي محتاجني او الفرقه زمايلي محتاجيني. لازم اكون موجود طول ما الحاجه مش يعني ممكن ناخد حقن او حاجه مش هتعطلني خالص يعني. لكن طبعا لو هي هتبقى بالسلب عليا او على الفرقه، طبعا اه طبعا. المسؤولين مش هيسمحوا بالكلام ده. صحيح. لكن الدنيا لا، كانت ان انا اقدر ان انا العب بشكل كويس، والحمد لله كان توفيق ربنا معانا. بس الكلام فعلا كابتن كان بيأثر فينا. يمكن حضرتك عارف وقتها كانت حتى الامكانيات قليله جدا والظروف، لكن الكلام كان دايما حافز كبير بالنسبه لنا. احنا واحد زي انا كنت جاي من بره على النادي الاهلي، طموحي ان العب في الاهلي وانا صغير. بس كلام حضرتك ومستر مان والجزيرة لما جيت النادي، انت رصيدك زيرو، لازم مم. تعمل بطولات. الكلام ده فرق معايا جدا، خلاني ان انا حتى لو انا مصاب، لا انا عايزه افيد النادي، عايز اعمل بطولات زي مم. الناس اللي عملت بطولات، عايز اعمل تاريخ في النادي. الكلام ده كان دايما بيأثر فينا دايما يا كابتن، والله بجد يعني.